السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمهلبية أو بالقشطة. أول حاجة معانا ربع كيلو كنافة، ومعانا معلقتين سكر بودرة، و5 معالق كبار سمنة متسيحة، سمنة بلدي أو زبدة أو سمنة عادية اللي عندك حطيه. دلوقتي هعمل أول حاجة الشربات، وهو 1.5 كوب سكر على 1.5 كوب مية. أهم حاجة يبقى مقدار الشربات هو مقدار المية. اي بقى كمية هتعمليها 2 3 4، ده الشربات بتاع الكنافة. حابة الكنافة تبقى مقرمشة قوي، تزودي السكر بنص كوباية عن المية، وهحط عصرة ليمونة واحط قشر الليمونة فيها. والكنافة اهم حاجة تكون متلجة من الفريزر، او لو مش متلجة ولسه جايباها ممكن تفرميها بالكبة او تقصيها بالمقص. بس الاسهل الطريقة دي ان هي تبقى في الفريزر وتعمليها بالايد، بتبقى سهلة جدا. وتفرميها قوي لغاية ما تبقى يعني طولها قصير كده زي الشعرية او اقصر كمان، تفرميها خالص وتقعدي تفركي بيها زي ما انا بعمل كده بالشكل ده. تقعدي تفككي كده، بتبقى في حتت لازقة في بعض كده مش بتخش لها السمنة، هتقعدي تدوري عليها وتفركيها. الطريقة دي سهلة جدا ونتيجتها بتبقى زي كنافة المحلات، ومش اي محلات، لا المحلات الكبيرة اللي بتعمل الكنافة حلوة. طبعا اي حلويات شرقية بتبقى حلوة بالسمنة البلدي قوي. هنحط معلقتين سكر البودرة وهنقلبهم في الكنافة حلو قوي لغاية ما يتوزعوا. معلقتين سكر البودرة مهمين قوي علشان هي اللي بتخلي الكنافة تمسك في بعض وهي في السوا بتاع الفرن. وهنحط السمنة، هنوزع السمنة عليها قوي، لازم السمنة تتوزع على الكنافة كلها. زي ما انتم شايفين انا قعدت كتير عقبال ما عملتها، وطبعا اختصرت الفيديو. تاني مع حاجة معانا هنعمل المهلبية، وهي 1.5 كوب لبن حليب، ومعانا معلقة دقيق كبيرة ومعلقة نشا كبيرة برضو. هنحط ده كله على البارد، اللبن انا طافية البوتاجاز. هنحط اللبن مع النشا مع الدقيق، وهنقلب بالمضرب اليدوي لغاية ما الحاجات دي تدوب في بعض. وبعد كده هنشغل عليها النار. ما ينفعش نحط الدقيق والنشا واللبن سخن، علشان يعني كده من غير ما يتدوبوا في ميه. لو حابه تحطيها واللبن سخن لازم تدوبيهم في ميه ساعه الاول، بس الاسهل ان انت تقلبي كله على البارد وبعد كده تحطيه على النار. انا شغلت النار عليها بعد ما دوبتهم كلهم، وهفضل اقلب بالمضرب اليدوي لغايه ما تتخن زي ما انتوا شايفينها كده. لازم تبقى السمك كده. بعد كده احط كيس فانيليا عشان تدي ريحه وطعم حلو للقشطه او للمهلبيه. انا ما بحطش للمهلبيه سكر، بكتفي بالشربات بتاع الكنافة، علشان اصلا المهلبية دي هي اللي بتكسر الجزعة بتاعت الكنافة من السكر يعني. هي كده جهزت معانا. بعد كده اجيب صينية 28 مقاس 28، واحط فيها معلقة سمنة كبيرة، بس مش سمنة متسيحة، لا سمنة جامدة زي ما انتوا شايفينها كده. وهحط الكنافة او الراق من تحت. انا مش بحط السمك الراق الاولاني، مش بحط سمك كبير قوي، انا تخين، انا يا دوبك بغطي الصينية بس. انا مش حابة الكنافة تبقى تخينة عندي، انا بحبها رفيعة، او هي اصلا بتتعمل في المحلات كده يعني، دي طريقة المحلات. ويا دوبك بس اغطي زي ما قلت كده الصينية، اغطي اللون بتاعها بس. فكرة الصينية دي كبيرة مش صغيرة، وعلى الكمية اللي انا عاملاها يعني. ممكن في ناس بتعملها بنص كيلو كنافة، بس انا بحب الكنافة تبقى قليلة كده زي بتاعة المحلات. كل ما الكنافة بيبقى سمكها اتخن كل ما بتبقاش يعني بتبقى بيتي اكتر، لكن لو عايزاها تاخدي نتيجة المحلات تصغري سمك الكنافة. وبعمل زي سور كده على الرق الاولاني علشان المهلبية تتحط في النص وما تطلعليش من الجناب
وتلزق في الصينية وتتحروق. يعني السور ده حوالي كده بتعمل لي يعني علشان زي ما قلت ما يطلعليش المهلبية من الجناب. وافضل بقى اكبس بايديا، او ممكن تعمليها بهراسة الفول، بس هي anyway مش محتاجة علشان اصلا سمكها رفيع. شايفين السور اللي على جنب ده؟ بعد كده هحط المهلبية وهوزعها حلو قوي، وتخلي بالك وانت بتوزعيها بالمعلقة علشان ما تطلعش الكنافة، يعني تفضلي ماشية بالمعلقة وما تطلعيش، ما ترفعيش المعلقة عشان لو ترفعيها في اخر الصينية، عشان لو رفعتيها هتلاقي الكنافة طلعت معاها. زي ما انا بعمل كده، افضلي ماشيه بيها رايح جاي على الصينيه كلها. انا حطيت معلقتين قشطه او وش اللبن على المهلبيه علشان يعني تديها كده، تخليها غنيه اكتر. لو مش حابه تحطيها براحتك، مش هتقلل اي حاجه. وهنوزعها كويس. بعد كده هنحط الرق التاني، هنغطي المهلبيه، مش هنخلي المهلبيه باينه خالص من فوق. زي ما انتم شايفين، وهكبس بالراحه جدا، مش هدوس قوي عشان المهلبيه ما تبوظش كده من الجناب. لا، انا هدوس بالراحه، اللي هو انا بقفل بس كده، بساوي الوش بالهراسه بتاعه البطاطس او الفول. زي ما انتم شايفين انا مش بضغط، انا بعمل كده بساوي بس. انا برش كده كنافه ناشفه كده، بغطي الحتت اللي المهلبيه باينه فيها، برضو السمك ده رفيع مش تخين. بعد كده طلعنا الكنافه، انا حطيتها في النار، قربت الشبكه تحت، واتعملت من تحت، وبعد كده شغلت فوق. وتخلي بالك جدا عشان ما تتلسعش منك. وبعد كده هحط السيرم عليها او الشربات زي ما انتم شايفين لونها حلو ازاي. اللون ده حلو جدا، بتبقى طرية وفي نفس الوقت كده من فوق مقرمشة بسيط، وبتفضل كده لغاية اخر قطعة بتتاكل فيها. وهنوزع الشربات كويس زي ما انتم شايفين. وبعد 5 دقايق قطعت الكنافة. بصوا بقى من فوق كده اللون الاحمر ده كده مقرمش بسيط قوي، وفي نفس الوقت من جوه طرية، والمهلبية كده مش جزعة، وكان طعمها حلو جدا. وان شاء الله ما تعملوها تعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش التعليق كل بيبسطني. شايفين الطعم حلو ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.